حبيبي يا كابتن شوبير. محدش بيقول لك الكلام ده اللي انا ها؟ كابتن شوبير انت وانت اي حد يا كابتن شوبير. كابتن حلمي طالما بيمسي عليك. سلمنا عليه طبعا كابتن حلمي حبيبي، واستاذ بس انا طبعا من الناس المحترمه اللي انا بموت فيها. والله هنتخبك يا بركات، والله هنتخبك. انا قلت كده الحلقه اللي فاتت وكلنا خفنا منك انت عارف. كلنا هننتخبك اهو. فتحي كنت بتخاف مني، لا انت مش هتنتخبني، انت بتخدعني يا استاذ فتحي. لا هحلف لك على المصحف. ومازن مرزوق بيمسي عليك يا بركات. بركات. الو. ومازن مرزوق بيمسي عليك. الو بركات. يا بركوتة داخل اللجنه. بركات. الو. هنرجع له تاني من اخف دم اللي عليه. بركات يا كابتن حلمي حاجه ممتعه، حاجه جميله جدا، وده اللي اثبت بقى لا علاقه لا بالسن ولا يعني. الحقيقه النهارده انا شخصيا عايز اقول لك حاجه، في لعيبه كده بيكونوا في الملعب بستمتع، فانا بريح بس انا احب استمتع ببركات، بابو تريكه، بشيكابالا، كان بحازم امام، بعبد الله السعيد، في ناس كده، وليد سليمان، فده بيبقى كمان كره القدم يا كابتن حلمي، وانت كمدرب نفسك تبقى فرحان يكون عندك حد ممتع. يا سلام طبعا. طبعا يعني هدف كل مدرب وامنيه كل مدرب انه عنده يكون مجموعه مبدعه، سواء على مستوى الشخصي او على المستوى الفني وفي الاداء في الملعب. ده بتدي روح عظيمه جدا للتيم، بتخلق روح جميله جدا بين افراد الفريق. فالمجموعه اللي انت حضرتك قلت عليها دي اي مدرب طبعا في العالم يتمنى ان عنده يكون عنده الكوكبه دي او النماذج دي، لان دي بتسهل عليه امور كثيره جدا. يعني انا متخيل مثلا جراديولا مثلا هيقول ايه للمجموعه اللي عنده دي كمدرب. بركات رجع تاني. يا بركوتة يا كابتني، ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. قول لي دلوقتي، جمعت عدد كبير من الاصوات؟ والله يا كابتن شوبير انا حاسس كده ان يعني دلوقتي حاسس ان انا في الامان، يعني دلوقتي لو بدانا نشتغل اعتقد ان ممكن الواحد يكسب. طيب يعني دلوقتي يعني احنا عندنا كام صوت جوه النادي؟ يعني احنا عندنا دلوقتي يعني هنقول مثلا في 30 لعيب. يعني هنقول مثلا ان احنا ممكن نكون واخدين حوالي مثلا من 18 ل 20 صوت لحد دلوقتي مقصرين عليهم. طيب مين اللي نقدر نبدا نشن عليه الحمله دلوقتي يا بركات؟ مين يا كابتن؟ اللي نبدا نشن عليه الحمله اللي انت حاسس انه قلبه مش معاك. والله بص، احنا ممكن نبتدي نشن الحمله على العيال اللي ممكن تسبب لنا قلق وتنافسنا. زي مين؟ يعني مثلا واحد زي ابو تريكه مثلا. أيوه. بيمتاز بحب الجماهير وبتاع، وهيبقى وراه ناس كبيره وناس كتير، وبيتميز بالاخلاق العاليه والحته الدينيه وبتاع، فنحاول ان احنا بقى يعني نطلع له اي حاجه. نطلعه ما اداش الخدمه العسكريه مثلا. طب هنبتدي الشغل الوسخ يا كابتن. يعني تاكد ان احنا معاك للنهايه يعني، بس اول ما اسيبك وروح لابو تريكه اقول له العكس طبعا. خد بالك برضه في عيال جامده برضه واقفين في الصف، يعني محمد ناجي جده النهارده بعد البطوله اعلن دعمه كامل لمحمد بركات وبتاع 100 طبعا. جده معايا دي قوه، يعني قوه بالنسبه لي. يعني جده خلاص بقى الجناح اليمين بتاعك. جده خلاص بقى معايا. هل انت يعني مين تاني فارق معاك يعني؟ مين؟ احمد السيد اعلن ولاءه وانتمائه، معتز اينو. احمد السيد هو اللي معايا بيمثل الدعايه من اولها كمان، يعني ده معايا من اول الدعايه نفسها. انا شعوري كده ان وائل جمعه واخد موقف منك. لا وائل جمعه دوت ما بيمثلنيش اي مشكله يا كابتن. وائل جمعه ما بيمثلنيش اي مشكله. انا قلت لك ابو تريكه ينافس، انما الجمعه ده بالنسبه لي هوا يعني. طيب قول لي، طب حسام غالي عظمه يا كابتن؟ حسام غالي عظمه تقيله برضه، يخوف. لا بس العلاقه كويسه ما بيني وما بين حسام، يعني حتى حسام لو نزل قدامي اعتقد ممكن يجي في اللحظات الاخيره ممكن ينسحب قدامي. يعني ممكن يتنازل عشانك يعني. ممكن ينسحب. صدقني يا كابتن شوبير، هو ما فيش حد بيمثل ازمه كبيره قوي كده. طب يعني خلينا، وبعدين دي مصلحته، يعني انا الكابتن بتاعه دي مصلحته. طب نسال الراجل. الانتخابيه بتاعتي يا كابتن لما وزعت الورق كان واضح وصريح، العمل على تحقيق جميع مطالبكم والضرب بيد من حديد حتى يتحقق استقرار الفريق. دي حاجه وحشه. لا والله العظيم ده اجمل شعار. لا والناس كلها بتتمنى ده يا بركات.
والله يا كابتن شوبير يعني بص يعني في اكتر من كده والله العظيم، ده انت اكنك بتسمع مني اكنك بتسمع مزيكا. ما انا كنت مسميك الموسيقار، خلي بالك. ايه يا كابتن؟ كنت مسميك الموسيقار برضه. وانت يا كابتن كابتن شوبير ده العادي بتاعك يا كابتن شوبير. ده العادي بتاعك انت بصراحه. بركات حبيبي يا كابتن شوبير، بركات. وعايز اقول لك ان احنا بنبارك لجمهور النادي الاهلي الحمد لله على الدوري السابع على التوفيق، وبنقول ان احنا على الرغم ان احنا اتاخرنا وناهيين الدور الاولاني كنا بشكل وحش قوي. يمكن الدور الاولاني علشان الناس ما تكونش نسيت احنا مخلصين ب6 مكاسب و8 تعادلات فينا. نعم. يمكن ظهرنا بمستوى متغير تماما ولمنا بعض وقدرنا ان احنا نوصل للمرحله اللي وصلنا لها، ان احنا قربنا لحد ما بقينا قد نادي الزمالك، وقدرنا بعد كده في خلال ماتشين ان احنا نفرق بونتين وبعد كده نخسر بونت، والحمد لله النهارده بنحسم الدوري الرسمي. فده بنقول مبروك، وان شاء الله يعني السنه الجايه هندور على الدوري الثامن باذن الله، وخلاص الدوري اتقفل وهنبتدي من افريقيا. ان شاء الله خير يا كابتن. قصه انه في عرض خليجي، ايه صحه الكلام ده يا بركات؟ مش سامع يا كابتن بعد اذنك. قصه ان في عرض خليجي، ايه صحه الكلام ده؟ لا انا ما اعرفش حاجه خالص عن الكلام ده. لا ما تعرضش عليا اي حاجه خالص. وانا لحد دلوقتي انا موجود يعني في النادي ومكمل ان شاء الله معاهم، وانا فرحان ان انا مع النادي الاهلي وسعيد من اول يوم حطيت رجلي في النادي الاهلي، والحمد لله من ساعه ما حطيت رجلي والحمد لله ربنا يعني مبارك قوي وبكسب بطولات كسبت بطولات كتير وكسبت القاب شخصيه والقاب عامه. كل دوت ما كنتش اخسره لولا وجودي في النادي الاهلي بصراحه يا كابتن. فانا سعيد جدا بوجودي في مجموعه اللعيبه دلوقتي وقبل كده، وهنبقى سعداء مع الناس طبعا الصفقات الجديده اللي هتجيلنا، وان شاء الله كلنا هنكمل بعض. وزي ما بقول لك احنا دلوقتي بندور على بطوله افريقيا ان شاء الله انها تبقى بتاعتنا والدوري الثامن ان شاء الله، وربنا يكرمنا كده باذن الله. يعني عايزين يعني نكسب بطولات على طول ما احنا بنلعب. فيها فلوس؟ لا يا كابتن والله مش مساله كده، والله اقسم لك بالله يعني اللعيب في النادي الاهلي بيدور على البطوله لان هو دوت اللي الجمهور مستنيه، واحنا بنعمل حساب لجمهورنا وبنخاف على زعل جمهورنا وبنأثر في حق نفسنا، لان ما بينك وما بين يعني انت كلاعب في النادي الاهلي انت موجود فينا احسن نادي في مصر، فطبعا انت الوضع الطبيعي ان انت بتنافس. طبعا مش هتقدر تاخد كل البطولات ولكن بتلعب على البطوله لاخر لحظه، بتلعب على البطوله بشرف. فصدقني وجود البطوله اهم من اي حاجه يا كابتن واهم من الفلوس. جوزيه واضح انه كان ليه دور كبير جدا يا بركات مع النادي الاهلي بصفه عامه ومع بركات بصفه خاصه. مفيش شك يا كابتن، يعني جوزيه مدرب محترف حافظ الفرقه وحافظ المصريين وحافظ يتعامل مع كل الناس وعارف كل الناس كل واحد مفتاحه فين ومين اللي هدوس عليه علشان يطلع احسن ما عنده ومين اللي هعامله بحنيه جدا علشان يطلع احسن ما عنده. هو لم الفرقه وطلع من كل واحد الطاقه اللي جواه وقدر يرجع ثقه اللعيبه في نفسها. وزي ما انت شايف كلنا بنكمل بعض دلوقتي. خلاص اللي بيقعد مش زعلان واللي بينزل بيبقى نازل علشان يفيد الفرقه. الحاجات دي يمكن كانت مفقوده شويه، فالحمد لله ما اتلمينا كلنا الحمد لله كل حاجه رجعت زي الاول. وطبعا يعني انا كنت بقول ان احنا عندنا 5 ماتشات يا كابتن شوبير. انا قلت ان احنا لو خدنا منهم 12 بونت هناخد الدوري اللي هم كانوا الحرس وبتروجيت وانبي والاسماعيلي والزمالك. انت قلت الكلام ده عندي في البرنامج. هم 5 ماتشات لو خدنا منهم 12 ان شاء الله ناخد الدوري. فاحنا الحمد لله توفقنا قدرنا ان احنا ناخد منهم 13 بونت. فطبعا بنحمد ربنا على كل حاجه ونشكر طبعا لجمهورنا زي ما قلت لك. وفي كلمه حق والله يعني انا بشكر يا كابتن شوبير بصراحه جمهور نادي الزمالك ان هو بصراحه ضرب اروع الامثال مع نادي الزمالك السنه دي من اول ماتش لحد الاخر. وجمهور الزمالك معاهم ومساندهم وكان عنده امل ان الفرقه تحقق له البطوله. طبعا باد لك ان شاء الله ربنا يكرمهم السنه الجايه وينافسوا برضه عليها وكلام من ده. والرياضه ما يعني مكسب وخساره واللي بيخسر النهارده بيكسب بكره. بس يعني دي كلمه حق والله لان فعلا الناس كانوا مساندين جامد جمهور الزمالك. قول لي جوزيه وزع شوكولاته فعلا في اوضه اللبس؟ ماله يا كابتن؟ جوزيه وزع شوكولاته في اوضه اللبس؟ وزع شوكولاته. ده مين اللي جابها له؟ انا عارف. لا قول لي مين اللي كان بيغني دلوقتي؟ ده تلاقيه ما هو اللي مولعها ورا في الاتوبيس. خربوش. ايه خربوش
مبروك يا بركات، ودايما بالتوفيق، ودايما نبارك لك، وحاجه جميله جدا ونموذج رائع يا بركات والله. محمد بركات نجم من العيار الثقيل يا نجم، حاجه تفرح انك تبقى